كحيان، يعني العيان اللي بيكمل عشانه. طبعا هو الشغل الشاغل دلوقتي المجتمع المصري والعالم العربي كله، هل محمد صلاح سينتقل إلى الدوري السعودي ولا لأ؟ المفاوضات وصلت لحد فين؟ ده أسوأ قرار محمد صلاح ممكن ياخده لو راح الدوري السعودي. ليه أسوأ قرار؟ ليه؟ حضرتك عارف الامتيازات والعرض اللي بيتقدم لمحمد صلاح؟ حضرتك عارف القصة دي ولا مش عارف القصة دي؟ محمد صلاح حقق أرقام وألقاب ليه، هو شخصية حاجات جامدة جدا 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 جدا. تمام. لو قعد بقى بقيت مدته لحد ما يعتزل مش هيحقق زي اللي حققه يعني. فمن حق الراجل ان هو يفكر في الفلوس. هتقوله هو صلاح محتاج فلوس؟ اه محتاج فلوس. ايوه، مين فينا مش محتاج فلوس؟ يا عم صلاح، انا بكلمك على صلاح. ايوه يا عم، لو معاه مال قارون هيبقى محتاج فلوس برضه. دي طبيعة بشرية مش هتقدر تغيرها. فانا شايف بصراحة ربنا، انا لو مكان محمد صلاح يلا وقتي هيكون اجدع من مين هو؟ هيكون اجدع من مين؟ هيكون اجدع من بنزيما؟ هيكون اجدع من رونالدو؟ هيكون اجدع من ساديو ماني؟ هيكون اجدع من مين؟ اتكل على الله يا صلاح بجد والله. اتكل على الله. اتكل على الله، بس حاول تساعد بلدك بقى بالفلوس اللي انت حاول تساعد بلدك بقى. اللي احنا بص، ما تشغلش دماغك انت باللي يقول لك اسوأ قرار واحسن قرار. سيبك من هاري ده. احنا بنكمل عشان النوم يابا، بنكمل عشان النوم. اتكل على الله يا صلاح وما تشغلش بالك بحد. ربنا يوفقك يعني.